عشان تفهم الالجوريزم بتاعت الادز شغاله ازاي لازم تفهم الاند جول بتاع اي بلاتفورم. صدقني حاجه زي كده هتفرق معاك جدا في الريزلت بتاعت الادز بتاعتك. اي بلاتفورم ليها 3 اهداف رئيسيه. الهدف الاول ان هي تخلي الاند يوزر يقعد اكبر قدر ممكن من الوقت ويكون فاتح الابلكيشن، عشان لما اليوزر يقعد وقت اكتر كل ما هي تعرف تلم داتا عنه اكتر، وعشان يقعد اكتر لازم تريكومند عليه كونتنت ريليفنت ويكون الكونتنت ده بالنسبه له حاجه حلوه عشان يسبند الوقت بتاعه على البلاتفورم. الهدف الثاني وهو ان يكون في ادفرتايزر بيدفعوا فلوس كتير للبلاتفورم دي، والهدفين دول مرتبطين ببعض بشكل مباشر لان البلاتفورم بتجمع الداتا من اليوزرز وتبيعها للمعلنين. الهدف الثالث وده الاهم واللي لو فهمته الريزلت بتاعت الادز هتتحول 180 درجه، وهي انها تعمل بالانس ما بين الحاجتين. يعني في نفس الوقت الناس ما تزهقش من الادز اللي هي بتشوفها، وفي نفس الوقت توفر ريزلت كويسه للادفرتايزر عشان يدفعوا فلوس. لان البلاتفورم لو خنقت الناس من كتر الادز اللي بيشوفها هيسيب البلاتفورم وبالتالي هيفقد الداتا اللي هو بياخدها عشان يبيعها للمعلنين. عشان كده لو الكونتنت بتاع الادز بتاعك ما كانش ريليفنت للناس اللي هو رايح لها هتلاقي ان الادز بتاعتك نتائجها وحشه، زي ان السي تي ار يبقى وحش وهكذا. فالذكاء منك هنا ان انت تعمل كونتنت ريليفنت تخلي الناس مستمتعه وهي بتشوف الادز، عشان ده هيدي انديكيتور للبلاتفورم ان انت بتقدم حاجه كويسه ومش هتاثر على الاودينس بشكل سلبي. واخيرا لو انت مهتم بالاي كوميرس اعمل لي فولو، لو تعرف حد مهتم بالاي كوميرس ابعت له الفيديو ده.